السلام عليكم، مرحب بكم متابعيني في كل مكان. طمنوني عليكم. اليوم حابة أعمل معاكم وصفة بتاعت كيكة اللي هي كيكة الأناناس. كيكة جميلة جدا ومنعشة وشكلها جميل وكل الناس بيحبوها الصغار والكبار وطعمها جميل. هشة وخفيفة واسفنجية من جوا. يلا بينا نعملها. مكوناتها بسيطة جدا، عبارة عن 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة وشرائح أناناس، بالإضافة لنص كوب حليب، كوب سكر مكرمل، ونص كوب عصير أناناس، ونص كوب زيت نباتي، وعندي كوب سكر ممكن تزيدوه أو تنقصوه، بالإضافة لكوبين ونص من الدقيق، وربع ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة فانيليا، وملعقة كبيرة باكنج بودر. على إناء تاني أضيف البيض ومعاه السكر، وأضيف عليهن الملعقة الصغيرة بتاعت الفانيليا، وأضربهن لما السكر يدوب والخليط يبقى لونه فاتح. أنزل عليهم بعصير الأناناس والحليب والزيت النباتي، وارجع اضربهم تاني بالمضرب لما المكونات كلها تتجانس مع بعض. انزل عليهم بالدقيق وملعقة كبيرة من الباكنج بودر والملح، واضربهم كويس لما الدقيق يختفي والخليط يتجانس معاي. كده الخليط بتاعي يصبح جاهز للقوام المناسب على قالب بتاع كيك. اخد ورق زبدة وارص الاناناس وادهن الحواف بتاع القالب بالزبدة عشان يسهل لي المرق بتاع الكيك بعدين. اضيف عليه السكر المكرمل وانزل عليه بالخليط، اديها خبطتين، ادخل الفرن درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. ده شكلها النهائي. اعمل فيها قدود بالخلة واسقيها بعصير الاناناس، وده شكلها النهائي بعد ما قلبتها. شكلها جميل جدا وطعمها اجمل. بتمنى انكم تجربوها وتوروني رايكم شنو، وما تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو وشيروه. لو متابعيني ولا ما متابعيني اعملوا لي اشتراك في القناة. وشكرا لكم للمتابعة، والى اللقاء في وصفة تانية ان شاء الله. تسلموا، مع السلامة.